السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. واليوم النهاردة سعيد جدا لان بصراحة عاملين فيه فطير مشلتت فلاحي زي العسل. ان شاء الله يعجبكم. شايفين التسوية بتاعته من فوق ومن تحت عاملة ازاي؟ كلها حمرة كده وتستاهل بقكم. وما شاء الله لا قوة الا بالله. طري جدا من فوق كده، في قرمشة بسيطة، وهو طري زي الملبن ومورق. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة. جربوه بنفس الطريقة اللي هقول لكم عليها. ان شاء الله هينجح معاكي حتى لو هتعمليه من اول مرة. شايفين ما شاء الله؟ بتمسكيها عاملة زي الملبن، طرية. وفي نفس الوقت من بره بقول لكم، شايفين الوش الجميل اللي فوق ده هاشش كده، وتحسي فيه كسرة قرمشة كده بسيطة بس تحفة. طبعا انا مش عارفة امسكها لانها سخنة ملهلبة، لسه طالعة من الفرن حالا. عايزة عمالة احاول ان انا افتحها عشان اوريكم التوريقة اللي جوه، بس ما بقتش عارفة امسكها. شايفين ما شاء الله التوريقة بتاعته كده خفيفة، والرقات بتاعته خفيفة مش تقيلة. يعني جميل جدا بصراحة. شايفين؟ بس انا فعلا والله ما كنت عارفة امسكه من كتر ما كان سخن. وفي نفس الوقت كنت عايزة اصور بسرعة لان هما واقفين لي عايزين ناخد منه، يعني عايزين ناخد منه. شايفين ما شاء الله؟ انا كده عملت لكم زوم عليه عشان اوريكم الطبقات من جوه عاملة ازاي. لا ما شاء الله لا قوة الا بالله، تحفة جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. وحتى لو انت اول مرة هتعمليه زي ما قلت لك، ان شاء الله هينجح معاكي، بس اتبعي الطريقة زي ما انا هقولك عليها بالظبط ان شاء الله. هو مكوناته بسيطة جدا، مش محتاجة يعني حاجات كتير ولا اي افتكاسات. بس التكنيك بتاعه لو مشيتي عليه مظبوط هيطلع معاكي انجح فطير انت عملتيه. انا هنا بعمل الفطيرة دي كيلو، يعني وزن الفطيرة اللي انتوا شفتوها دي كيلو دقيق. بحط عليه نص معلقة ملح و550 ملي مية دافية عشان احنا في الشتاء، لكن لو في الصيف بتبقى من الحنفية عادي جدا. بحط على ال550 ملي دول 4 معالق كبار سكر، بقلبهم كويس فيها، وهي دي اللي بضيفها على الدقيق. طبعا على حسب نوع الدقيق بتاعك، يعني علشان يطلع معاكي فطير ناجح وما يغلبكيش وانت بتفرديه. دقيق الاهرامات ممتاز جدا للفطير المشلتت. انت طبعا على حسب المكان اللي هتكوني موجودة فيه، لو هتشتري من عطار او هتشتري من اي محل، قوليله انا عايزة دقيق للفطير، هعمله للفطير. فهو بيبقى العرق بتاعه يعني مش قوي، فبيتفرد معاكي بسهولة. يعني نوعية الدقيق بتفرق معاكي برضو في الشغل بتاعك. فاللي انا جايباه ده دقيق الاهرامات، بصراحة مجرباه وكويس جدا في الفطير. الكيلو ممكن يعمل معاكي فطيرتين، ممكن يعمل معاكي 3، ممكن يعمل معاكي واحدة، زي ما انت عايزة، يعني زي ما انت عايزة حجم الفطيرة يكون عامل ازاي. طبعا انا حطيتهم في العجان، واهم مرحلة بقى في الفطير العجن بتاعه. لو عجنتي صح هيبقى معاكي فطير صح، هيريحك جدا وانت بتفرديه وهيبقى ممتاز. شايفين انا بمدلكوا في العجينة ازاي؟ عاملة زي اللبانة، مخدومة كويس ومعجونة كويس جدا. بتفضلي تعجني في العجينة بتاعتك لحد ما تلاقيها بقت بتمط معاكي كده، مش مقطعة، ويعني اتعجنت كويس. تمام، تلاقيها ناعمة كده وبتمط معاكي ما بتقطعش. دي المرحلة المظبوطة لعمايل الفطير. زي ما قلت لكم انا بعمل الفطيرة كيلو لان انا بحبها كبيرة، فبقطع الكيلو ده على 6 كرات. طبعا بجيب الصينية بدهنها زيت كويس جدا، يعني شوية زيت حلوين، علشان بقلب فيهم الكرات دي تحت وفوق ومن الجناب، علشان العجينة بتاعتي ما تقشفش كده من فوق وتعمل طبقة كده ناشفة. تمام. بعد ما بقلبهم كويس في الزيت، ببتدي ان انا احط الكيس البلاستيك ده واسيبها ترتاح بقى ساعة. كل ما سبتيها ارتاحت كل ما هتريحك وانتي بتفرديها، لان الشغل فيها على طول هيخليها عاملة زي الاستك، كل ما تفرديها ترجع لك تاني. فانا بعجنها وبروح مقطعها زي ما انتوا شايفين، وابتدي بقى اريحها. بعد ما بقطعها كده بسيبها ترتاح حوالي ساعة، وبخرج بره بقى لان انا طبعا مش هقدر اقف، وببقى عايزة ان انا افرد على حاجة واسعة زي الطبلية. فخرجت بقى في الصالة دلوقتي، ودلوقتي بوريكم ان انتي لما تدوسي على كرة العجين كده، وتفضل صباعك معلم فيها ما تطلعش تاني زي السفنج،
معنى كده ان هي العجينة ارتاحت. لكن لو انت دوستي عليها بصباعك ورجعت ترد تاني وتطلع كده كأن سفنج في وشك، لا، بتبقى لسه عايزة ترتاح كده، ما ارتاحتش. لكن المرحلة دي كده خلاص ارتاحت بما فيه الكفاية. الفطيرة بقى انا كنت عاملة فطيرتين، بس اللي انا صورته في الفيديو كان فطيرة واحدة، التانية عملتها بره التصوير. الفطيرة الواحدة بتاخد قد ايه بقى مادة دهنية؟ بتاخد ربع كيلو زبدة، طبعا يحبذ انها تكون سمنة بلدي. تمام، يعني هتحطي بقى زبدة، هتحطي سمنة اللي يريحك. ما بتكون سمنة بلدي بتبقى الفطيرة خفيفة وما تتعبش المعدة، وكمان بيبقى طعمها تحفة جدا. انا هنا عملت خليط ما بين السمنة البلدي وما بين الزبدة الصفراء، اللي هي زي كريستال او جنة او فرن، الانواع دي كلها. تمام، حطيت النص كده والنص كده، خلاص. ويبقى كمان بحط برضو عليهم شوية زيت. انا دلوقتي ببتدي ادهن الطبلية كلها زيت كويس في اول فردة، وبفرد بقى زي ما انت شايفة كده من النص على بره. واهم حاجة الاطراف بتاعتك تكون مفرودة كويس، ما تكونش تخينة، تكون رقيقة. وبتاخدي بقى كده بايدك من جوه لبره. كل ما العجينة زي ما قلتلك بتكون معجونة كويس بتتفرد معاكي بسهولة. ولو حصل قطع زي ما انت شايفة كده وانا بفرد، ما تقلقيش خالص، لانه هيتدارى في التطبيقات بتاعة الفطيرة. دلوقتي بقى بحط الزبدة بتاعتي بعد ما فردت، وهبتدي اتني زي ما انت شايفة كده. هتني جزء من الناحية دي، والجزء اللي من الناحية التانية برضو هحط عليه، وما بين كل طبقة وطبقة هحط دهنة سمنة او دهنة زبدة اللي انت بتستخدميه. وهسيبها زي ما هي مفرودة كده. احطها في الصينية، برضو الصينية دي اللي انا هسوي فيها بكون دهناها سمنة او زبدة، وبحط فيها دي اول طبقة. وهبتدي بقى افرد الست طبقات بنفس الطريقة. كل ما هفرد طبقة هحط اللي هي اللي انا فردتها قبلها جواها واطبق عليها. تمام، انا عملت معاكم برضو هي كورة كمان فردتها زي ما انتوا شايفين، بفرد من جوه على بره، وابتدي بقى اخد كده وافردها حوالين الطبلية داير ما يدور. وزي ما قلتلك ما تقلقيش لو حصل معاكي قطع بسيط، ده عادي يعني. بس علشان بأكد تاني للمرة التانية، لو حابة العجينة تمد معاكي بسهولة كده وانت بتفرديها، اعجنيها كويس وريحيها كويس حوالي ساعة، هتلاقي الشغل معاكي فيها سهل وزي الفل. طبعا هنا انا كنت المفروض احط الكرة الاولانية اللي انا فردتها وطبقتها دي، احطها في وسط دي وابتدي اطبق عليها. طبعا بنتي كانت قاعدة قدامي عمالين نرغي مع بعض وتحكي لي وتكلمني، فخلتني نسيت خالص. بعد ما طبقتها كده هرجع افردها تاني واحط فيها الكرة الاولانية. شايفين كده انا خلاص بقى كده طبقت. دلوقتي افتكرت ان انا كان لازم احط الطبقة الاولانية جواها، فهرجع بقى افردها افتحها واحطها، مش مشكلة يعني، هتتفتح وهيتحط في قلبها. وبالشكل ده هتفضلي ماشية على الست كور اللي عندك، هتفردي واحدة وترجعي تحطيها في قلب اللي بعدها. تمام كده. دلوقتي بقى انا افتكرت، فابتدي ايه بقى افتحها تاني من اول وجديد واحط فيها الكرة الاولانية. هي لانها بتبقى مدهونة كويس فهتفتح معاكي بسهولة، مش هتبقى لازقة في بعضها اهي. شايفين؟ ومش بعملها بقى سرة ولا حاجة، هي زي على فردتها كده المربعة دي. بفضل مخليها زي ما هي يعني، ما بعملهاش كرة دلوقتي. بس هخلص بقى الطبقات كلها مع بعض. زي ما قلت لكم انا كنت عاملة فطيرتين مش فطيرة واحدة. هخلصهم، وهبتدي ان انا برضو بعد ما اخلصها هسيبها ترتاح مثلا حوالي نص ساعة، بعد ما يعني افردها كلها في قلب بعضها. وفي الاثناء دي بقى وهي بترتاح بكون انا مولعة الفرن علشان يسخن، لان الفطير عايز درجة حرارة عالية. مش لو حطيتيه في نار بسيطة او نار قليلة هتبص تلاقيه نشف معاكي وعضم وما بقاش حلو خالص. دلوقتي بقى بعد ما خلصت اهوت، شايفين؟ بعد ما خلصت الست طبقات هحاول ان انا اكورها كده، اخلي شكلها دائري، ان انا ادخلها من تحت كده لحد ما يبقى شكلها يعني مدور.
وهحطها بقى في الصينيه دي زي ما قلت لكم مدهونه اهي. هسيبها في الصينيه دي تقريبا نص ساعه، يعني خليتها لغايه ما فردت اللي بعدها وخلصتها، وبدات ان انا اسوي بقى. كنت ولعت الفرن زي ما قلت لكم وخلاص هسوي بقى كده. كانت ارتاحت نص ساعه. ايه فايده بقى انها ترتاح نص؟ شايفين الفقاقيع الهوا ديت؟ برضو انا بروح يعني يعني عاملاها بايدي كده علشان تفش كده ما تفضلش منفوخة، عشان ما تتحرقش مني في الفرن، لان هي ما شاء الله هتقب في الفرن. هوريها لكم دلوقتي برضو. فبروح ايه متخلصة من فقاقيع الهوا دي. لو انت بقى ما خليتيهاش النص ساعة دي ترتاح بعد بعد ما تفرديها، يعني هتيجي تمديها في الصينية كده وتفرديها، مش هترضى تتفرد معاكي، هتفضل كل ما تفرديها ترجع لك تاني. فاهم حاجة في شغل الفطير انك انتي تريحيه، يعني بعد كل مرحلة تشتغلي فيها تريحيه بعدها نص ساعة. يعني عجنتي وقرصتيه خلاص تسيبيه يرتاح ساعة، بعد كده تشتغلي فيه وتفرديه. فردتيه وطبقتيه في قلب بعضه تسيبيه بعد كده نص ساعة برضو يرتاح قبل ما ما تفرديها وتدخليها الفرن. هنا الصينية دي بقى بتاخد الفطيرة الكيلو، فبفردها بقى كويس زي ما انتوا شايفين كده من جوه لبره. بحاول اخليها كلها سمكها متساوي، مفيش حتة فيها عالية وحتة واطية. وهدخلها الفرن بقى، احطها على صاجة الفرن من تحت مباشرة على النار مباشرة، وفي نفس الوقت هكون مشغلة الشواية، يعني هشغل من تحت ومن فوق. ده في فرن البوتاجاز. تمام. شايفين كده ما شاء الله نفخت زي العيش عامله ازاي؟ ده دليل على ان الفطيره ناجحه ومتورقه كويس من جوه وما شاء الله تحفه. فلما بتشغلي من فوق ومن تحت بتقب معاكي زي ما انت شايفه، وبتستوي كويس قوي، ما بتعضمش، وتستوي وتفضل طريه. شايفين بقى دوت الشكل اهو بعد ما خرجت. زي ما قلت لكم كده في بدايه الفيديو ما شاء الله طريه جدا. شايفين عامله زي الملبن، وفي نفس الوقت تسويتها ممتازة. لكن بعيدلك تاني اوعي تحطي الفطير في فرن يكون ناره هادية، هيعضم معاكي جدا ومش هتعرفي تاكليه. ولو هتحطيه في الفرن الغاز اللي هو بتاع اللي بأنبوبة، برضو خلي النار من تحت شغالة، ومن الجناب الفرن بتاع الغاز ده بيبقى الولعة بتاعته من الجناب، هتكوني مشغلة الجنبين برضو ومن تحت شغال. هي دي تسوية الفطير. يعني في عوامل نجاح للفطير كده، اللي هي اول حاجة انك تختاري نوع دقيق يكون كويس، تعجني العجينة فترة زمنية كويسة لحد ما تبقى ناعمة معاكي وبتمط كده زي اللبانة. دي نمرة 2. نمرة 3 ان انت تريحيها بعد كل مرحلة. والعامل برضو المهم جدا زي ما قلت لكم ان ولعة الفرن تكون حامية، الفرن يكون حامي وولعته حامية. حطينا بقى معاها جبنة قديمة وعسل اسود. طبعا ده كده قبل ما احط الاكل كان هما ما شاء الله كلوا نصها، وكانت